مساء الخير عليكم. اليوم غادي نبدا نعاود لكم واحد القصة طويلة مقتبسة من رواية The White Fang ديال الكاتب الأمريكي جاك لاندون. هاد القصة غادي نقدمها في أجزاء اللي غادي نبدا نسلها كل نهار الاثنين، وغادي نعيشوا مع الناب الأبيض أحداث زوينة. اختاريت لكم هاد القصة اللي تنشرت لأول مرة في سنة 1906 حيث هي وحدة من القصص اللي قريت من سنوات واللي عجبوني بزاف. أنا كيعجبوني الحيوانات بصفة عامة، ولكن الناب الأبيض اللي هو نص كلب ونص ديب الحكاية ديالو متميزة ومشوقة. كل نهار الاثنين تسناوني باش تعرفوا عليها. الحكاية وقعت كتر من 100 عام هادي في أرض الشمال الباردة اللي الويدان فيها تجمدوا والغابات ديال الصنوبر تغطات بالثلج، وحتى شي كائن حي ما كان كيدور في هاد الجو البارد. في وسط هاد الطبيعة المجمدة والمهجورة جات واحد المزلجة جارينها الكلاب اللي كانوا عايشين في ديك المنطقة واللي كانوا كيشبهوا الدجوبة. كان نصهم كلب ونصهم ديب. في ديك المزلجة كان ناعس واحد الراجل اللي البرد والجوع قضاو عليه. في القدام واللور ديال ديك المزلجة كانوا جوج د الرجال كيتقاتلوا باش يقدروا يتمشاو في وسط الثلج والبرد. واحد الساعة منين الظلام قرب يطيح، الرجال سمعوا واحد الغوات كيجمد الدم في العروق. من مول الغوتة الأولى تسمعوا غوتات آخرين. الرجال بجوج اللي كان سميتهم بيل وهنري عرفوا أن الدجوبة كانوا تابعينهم. الماكلة قلالت بزاف والدجوبة ما بقاو كيفلتوا حتى شي فريسة. منين طاح الظلام بيل وهنري وقفوا باش ياكلوا ويناسوا. منين كانوا كيتعشاو بيل قال هنري أنه منين جاي يعطي الكلاب الماكلة كان معاهم واحد الكلب زايد اللي خدا الحوتة ديالو وهرب في البلاصة. هنري ما تيق صاحبه وقال له أنه غير تخيل هاد الكلب، ديكشي اللي داز عليهم ماشي قليل وباين أنه أثر على الأعصاب ديال بيل. الغوات ديال الدجوبة بدا كيتسمع من جديد، وهاد المرة كان قريب بزاف لدرجة أن الكلاب خافت. الدجوبة زادوا قربوا للرجال اللي كان بقاو لهم غير 3 د الرصاصات في السلاح ديالهم. صحابنا بجوج كانوا عيانين بزاف، خلاو النار شاعلة وتمدوا ينعسوا. بيل بقى بالو مشغول بالكلب اللي جا كلا مع الكلاب ديالهم. إذا كان ديب كيفاش الكلاب ما نبحاتش من نقرب لهم؟ منين كانت العافية كتنقص الدجوبة كانوا كيزيدوا يقربوا والكلاب كانوا كيزيدوا ينبحوا حتى فيقوا بيل اللي ناض زاد الحطب في النار. منين حسب الكلاب جبرهم عاود 7 زايدين 1. حاول يفيق هنري ويقولها له، ولكن صاحبه كان فيه النعاس بزاف وما داهاش فيه. في الصباح واحد المفاجأة كبيرة كانت كتسناهم. هاد المرة الكلاب ما كانوش زايدين 1، كانوا ناقصين ب1. بيل وهنري ما فهموش كيفاش كلب يقدر يمشي مع دجوبة جيعانين حيت باين أنهم غادي ياكلوه وما غيخليو فيه والو. دابا اللي عطا الله عطاه. بيل وهنري جمعوا حوايجهم وكملوا طريقهم. كيف ما العادة الغوات ديال الدجوبة كان تابعهم من بعيد. فاش طاح الظلام الدجوبة بداو كيقربوا عاود، ومنين جا الليل صحابنا بجوج وقفوا المسيرة ديالهم، وفي حال البارح داروا بهم الدجوبة، ولكن هاد المرة كانوا قرب كتر وزعموا كتر. في الصباح فاش فاقوا جبروا كلب آخر ناقص. بيل قرر أنه هاد الليلة منين غادي يوقفوا باش يرتاحوا غادي يربط الكلاب ديالو باش ما يمشي حتى واحد، وفعلا داكشي اللي دار. قبل ما ينعسوا بيل وهنري شافوا واحد الديب كيقرب للكلاب ديالهم وفي نفس الوقت كيشوف فيهم وحاضيهم. واحد من الكلاب حنا في الأرض وبدا كيغوت. صحابنا فهموا أن هذيك ديبة اللي كتجي تجر الكلاب للغابة بس صحابها يقدروا ياكلوهم. بالحق جاهم غريب أنها ما كتخافش من البشر ومن النار وكتعرف الساعة ديال الماكلة الكلاب. من بعد مناقشة طويلة بيل وهنري فهموا أنها كلبة عشت مع الديوبة حتى ولات في حالهم. في الصباح كان كلب آخر ناقص. الكلاب عاونوا صاحبهم وقطعوا الحبل اللي كان مربوط به. النهار داز فحال النهارات اللي سبقوا، ولكن هاد المرة صحابنا قدروا يشوفوا الديوبة اللي تابعينهم.
كانوا ضعافين بزاف وبين أنهم جيعانين. الديبة أو الكلبة كانت تابعهم من قريب، كان الحجم ديالها كبير على الديوبة العاديين وما كان باين عليها حتى شي خوف من الرجال بجوج. ولكن منين جبدوا السلاح ديالهم هربات بين الشجر، فهمت أنهم كانوا باغيين يقتلوها. في الليل بيل وهنري ما نعسوش مزيان، كان خاصهم يفيقوا بزاف المرات باش يزيدوا الحطب في العافية. الديوبة كانوا قراب بزاف وكانوا كيتسناو غير الفرصة باش يهجموا عليهم. في الصباح الكلاب كاملين كانوا حاضرين، صحابنا كملوا الطريق ديالهم فرحانين حيت ما مشى لهم حتى شي كلب. للأسف هاد الفرحة ما طولاتش بزاف، واحد الساعة المزلجة تقلبات وبقات حاصلة، باش يقادوها كان ولا بد خاص يطلقوا الكلاب. بيل وهنري تلهاو مع المزلجة، ومنين علاو راسهم بان لهم واحد من الكلاب ديالهم غادي عند الكلبة الديبة اللي كانت واقفة بعيدة شوية والديوبة مدورين بها. منين الكلب فهم شنو كيتسناه حاول يهرب، بالحق الديوبة داروا به وما خلاوهش يدوز. بيل تجنن، خدا السلاح ديالو ومشى عندهم كيجري وتبعهم بين الشجر. هنري سمع الصوت ديال 3 الرصاصات والغوات ديال الديوبة وديال صاحبه، ما كانش محتاج لبزاف ديال الذكاء باش يفهم شنو وقع لبيل. هنري فشل وبقى مدة هو جالس، من بعد ناض ربط 2 ديال الكلاب اللي كانوا باقيين له وكمل طريقه كيجرب معهم المزلجة حتى هو. في الليل الديوبة زعموا كتر وقربوا بزاف، كان بينهم وبين هنري غير العافية. هنري ما نعسش، بقى ليلة كاملة حادي الحيوانات اللي مدورين به وكيزيد الحطب في العافية اللي كانت هي الحاجة الوحيدة اللي موقفة الديوبة. إذا طفات غادي يهجموا عليه وغياكله هو والكلاب ديالو. في الصباح هنري كان عيان بزاف وما قدرش يوقف على رجليه، خبع التابوت اللي كانوا دايينو فوق شي جور قصار وكمل الطريق ديالو بوحدو مع الكلاب. طبعا الديوبة كانوا تابعينهم. طاح الظلام عاود وهنري حاول يبقى فايق حتى هاد الليلة، ولكن الغالب الله كان عيان بزاف وداتو عينو. في الصباح ناض كيوجد راسو باش يمشي، ولكن على غير العادة الديوبة بقاو مدورين به وما بغاوش يمشيو في حالاتهم. فاش هنري بعد على النار باش يقاد المزلجة، واحد الديب زعم ونقز عليه، ولكن الحمد لله ما قدرش يوصل له. صحابو بغاو يتبعوه في الهجوم ديالو، هنري رجع حدا النار وضربهم بالجمرات ديال العافية باش ما ينقزوش عليه. هنري بقى حاصل وما قدرش يتحرك. الليل وصل والخطر تزاد، خصوصا انه كان عيان بسبب ديال قلة النعاس. الكلبة الديبة جات جلسات قريبة له بزاف، في عينيها كان باين الجوع، كانت كتسنى غير اللحظة اللي تهجم فيها. واحد الساعة هنري ما بقاش قادر يقاوم النعاس، منين فتن براسو جبر الديوبة فوق منه، واحد فيهم عضو بالحرق. هنري نقص في وسط العافية، الديب بعاد منه ولكن حتى كان عضو عضة خايبة وكبيرة بزاف. بدات معركة كبيرة بين هنري والديوبة، كان كيهز الجمرات بيديه وكيرميهم عليهم باش يبقاو بعاد. فاش الديوبة بعدوا شوية هنري دار يدو رجلو اللي كلاتهم العافية في التلج باش يبرد الحريق. الكلاب ديالو ما كانوش، الديوبة كلاوهم في الليل. هنري دور راسو بالعافية وتمد في الأرض، الديوبة بقاو حاديينو. واحد الساعة الخشب ديالو سالا وما قدرش يمشي يجيب حطب جديد. الديوبة اللي ما بقاوش خايفين بزاف من النار كانوا كيزيدوا يقربوا كل مرة كيحاول يتحرك. هنري استسلم، ما بقى عنده ما يدير، حس بالنهاية ديالو قريبة، تمد في التلج وبقى مسكين كيتسنى ساعته. هنري ما عرفش شحال بقى على ديك الحالة حتى سمع صوت ديال الكلاب. منين فتح عينيه بانوا له 4 ديال المزلجات جايين جهته. الرجال اللي هبطوا بداو كيسولوا على اللورد وراهم فين خبع التابوت ديالو. قال لهم انه الوحيد اللي بقى حي، اللورد بيل وحتى الكلاب كلهم ماتوا. كانوا هادو اخر كلمات قالهم، من بعد ما بقاش فاطن براسو. الرجال اللي جاو هزوه وحطوه فوق البطانيات في واحد المزلجة.
مع الصوت ديال التنفس ديالو كان كيرد عليه من بعيد الغوات ديال الديوبه اللي ما كتب لهمش ياكلوه، ومشاو كيقلبوا على شي فريسه جديده يسكتوا بها الجوع ديالهم. الجزء الاول ديال حكايه الناب الابيض هنا سالا. فحال اللي قلت لكم كل نهار الاثنين غادي نبدا ننزل جزء جديد ديال هاد القصه. دابا ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم على خير حتى نعاودوا نتلاقاو نهار الجمعه ان شاء الله.